السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بمناسبه العيد بقى داخل علينا كده، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل العيش اللي هو البكاكين، اللي هو الخبز العربي بالطريقه الاصليه بالكوبايه وبالجرامات. احنا معانا كده هنقول المقادير. معانا كيلو دقيق جميع الاستخدامات، ومعانا خميره بيره في حدود ال60 جرام. حضرتك مش عندك خميره بيره بتستعملي خميره فوريه معلقه كبيره في حدود كده 12 جرام. ومعانا 200 جرام لبن، كوبايه لبن يعني. ومعانا نص كوبايه ميه، 100 جرام ميه، ومعلقه صغيره ملح، 10 جرام ملح. ومعانا نص كوبايه ماده دهنيه عباره عن 70 جرام سمنه و30 جرام زيت. ومعانا نص كوبايه سكر، يعني 100 جرام سكر. تعالوا بقى نشتغل في الطريقه يا جماعه. نحط كل المقادير بتاعتنا على بعض اهوت. ادي كوبايه اللبن بتاعتي اهيت. لو ما فيش لبن عندك ممكن حضرتك بتحطي معلقه لبن بودره كبيره في حدود ال 25 جرام على الكيلو الدقيق. تمام. وادي السمنه والزيت بتاعتنا اهمت زي ما انتم شايفينهم اهمت. وادي السكر، نص كوبايه سكر. وادي معلقه صغيره ملح، ما نكترش الملح. وادي نص كوبايه ميه. وطبعا المواد السائله لو احنا بقى بنعجن محتاجه تاني ميه او لبن هنحط. ومعانا الخميره بتاعتنا البيره. ومعانا الدقيق بتاعنا اهو زي ما انتم شايفينه هنحطه. الدقيق بتاعنا اهو ده جميع الاستخدامات يا جماعه. هنحط كله في العجانه بتاعتنا ونشغله كده في حدود يتعجن في حدود ال10 دقايق. حضرتك مش عندك العجانه بتحطيهم كلهم في طبق وتعجنيهم لمده برضو 10 دقايق او 6 دقايق على ايدك. المهم العجينه تلاقيها كده ناعمه وملسه كده وطريه في ايدك. هنعجنه كده في حدود كده 10 دقايق يا جماعه، وهرجع لكم تاني. هنا يا جماعه انا رجعت لكم تاني. العجينه محتاجه ميه، هحط لها كده في حدود 175 جرام ميه كمان اهو عشان لقيتها محتاجه. وهسيبها تتعجن وهرجع لكم بقى. طبعا يا جماعه هختبر العجينه اشوفها كده اتعجنت حلوه ولا لا. طب هتختبرها ازاي؟ اقول لك انا بختبرها ازاي. باخد حته كده زي ما انت شايفه كده من العجينه وبكورها كده وبفردها كده زي ما انت شايفاني كده، واقعد اشد في اللقمه كده بالراحه كده. لو الشبكه عندي دي اتقطعت يبقى لسه العجينه بتاعتي ما اتعجنتش حلو. دي اسمها شبكه الجلوتين، يبقى لسه ما اتعجنتش حلو. لو اتقطعت الشبكه دي طول ما انا بفرد كده، لو اتقطعت يبقى لسه ما اتعجنتش حلو. هي كده شايفين انا عماله اشد فيها لسه، بس هديها سيكه، هديها حاجه بسيطه خلاص. هي عايزه لها دقيقتين تمام عشان اتقطعت حاجه بسيطه كده، فعايزه دقيقتين. تمام. الشبكه دي الجلوتينيه يا جماعه، دي اللي بتعرفني اتعجنت ولا لا حلو. فانا هديها دقيقتين. اهي يا جماعه كده اتعجنت معايا. العجينه زي ما انتم شايفينها شكلها اهيت. هترفع لكم كده، شايفين شكلها ناعمه ازاي وحلوه. اخد منها حته كده وهشوف كده. بصوا امشي معاكم اهي عشان اشوف الشبكه بتاعت الجلوتينيه. لو اتقطعت معايا يبقى لسه العجينه ما اتعجنتش. شايفين انا فردتها اهي وعماله اشد فيها اهي كده اتعجنت يا جماعه. كده كده خلاص هطلعها من العجانه بتاعتي. كده خدت 10 دقايق. وزي ما قلت لك ما عندكيش العجانه عجنيهم كلهم في طبق. العجينه بتاعتي اهي طلعتها من العجانه. شوف العجينه ما شاء الله جميله ازاي. خدت معايا 475 جرام ميه ولبن. ال 200 جرام لبن والباقي ميه. تمام. هنلفها كده زي ما انتم شايفينها كده، وهنسيبها ونغطيها ونسيبها تستريح كده في حدود ال10 دقايق. غطيتها اهي واسيبها تستريح في حدود ال10 دقايق بالظبط. قلت لكم تاني يا جماعه بعد 10 دقايق بالظبط. شايفين العجينه اهي ما شاء الله. احنا دلوقتي بقى هنقطعها مع بعض. وهنقطع اللقمه بتاعتنا في حدود ال 40 جرام. حضرتك عايزه تقطعيها 50 جرام دي حاجه ترجع لك، 60 جرام برضه حاجه ترجع لك. انا بحب اقطعها 40 جرام عشان اللقمه معايا لما يجي حد كل واحد ياكل في الرغيف ما يفوتش منه اي حاجه. اهي يا جماعه بقطعها 40 جرام زي ما انتم شايفينها. انا بمسكها كده
فكده باجي كده واروح ماسكاها كده واروح مقطعاها كده. انا ايدي بقى ميزان من كتر ايه ايديا طول النهار في الحاجات دي في العجل اهي. شايفين اهي 40 جرام، عايزه تقطعها 50 حاجه ترجع لك. انا بقطعها 40 عشان كل واحد لما يجي ياخد رغيف ما يفوتش منه حاجه. العيش اهو انا قطعته اهو زي ما انتم شايفينه. هبتدي بقى امسك كل واحده زي ما انتم شايفينه كده. لا اعمل كده، البنات اللي لسه مبتدئه في المطبخ اللي تعمل كده وتعمل كده، تقفل كده كده زي ما كده اهو. بصي تقفليها كده. انا بالنسبه لي ممكن اعملها كده بطريقه سهله، لكن بحب اوريكي انتي هتعمليها ازاي. هتروحي جايبه دي كده ودي كده، لف كده 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 تتني كده وتعمليها كده زي السره كده تمام كده، وبايدك كده تمام. دي الطريقه التانية بتجيبيها كده وتبططيها كده وتروحي ايه عامله كده وعامله كده زي ما انت شايفه كده. بس هنوسع، شوف شايفين، والف كده اكنك بتعملي عيش جيزر. انا بقى هقعد الفهم كده زي ما انتم شايفينهم كده يا جماعه كده. شايفين واحده تانية اهي، وهرصهم في صينيه. هرش الاول، اجيب صينيه كده وارش عليها دقيق وهرصهم فيها. شايفين عشان ما اطولش عليكم الفيديو اهيت. وانا عملت لكم واحده اهيت، ادي واحده تانية اهي اهي. بجيب دي كده ودي كده اهي وبره عامله كده اهو تمام. انا هلفهم وارجع لكم تاني وانا برصهم في الصينيه. انا حبيت يا جماعه ارجع اوريكم حاجه كده سهله، لفه سهله كده اللي لسه مبتدئين. بجيب العجينه زي ما انتم شايفينها كده وافردها كده، واروح تانية كده وتانية كده وكده زي ما انتم شايفين. بلمها كده زي السره كده، واروح بقى جايبه العجينه قلبها كده، واروح بقى لفه كده بصبعي ده كده، واروح لفه كده. اهم حاجه الرخامه عندك تكون ممسوحه ونظيفه، مفيهاش ميه ولا اي حاجه، عشان العجينه تلف معاكي بكل سهوله. شايفين اهي يا جماعه اهي. واسيبهم كده بقى وهرصهم في الصينيه. رجعنا تاني يا جماعه، ادي الصينيه بتاعتنا اللي هنرص فيها العيش، عشان احنا كده هنخلي برضو العيش تاني يستريح معانا في حدود 10 دقايق. بس هنجيب الصينيه نرص فيها الدقيق زي ما انتم شايفين، عشان العيش الكور لما نيجي نرصها زي ما انتم شايفين ما تلزقش في الصينيه. هنرص كده العيش بتاعنا ويبقى فيه مسافه من كل واحده وواحده عشان ما يلزقوش في بعض زي ما انت شايفه كده اهوت اهو. هنرصهم كلهم كده ونغطيهم زي ما انتوا شايفين كده. رجعت لكم تاني، حطيتهم بقى رشيت في الصواني دول 43 رغيف. رشيت بقى قد ايه وكورتهم، واسيبهم بقى ايه يستريحوا كده، يعني اغطيهم واسيبهم يستريحوا في حدود 10 دقايق. انا بغطيهم عشان العجينه بتاعتي ما تقشفش من على الوش. تمام يا جماعه، اغطيهم زي ما انتوا شايفينهم كده واسيبهم 10 دقايق وارجع لهم بقى افردها معاكم تاني يا جماعه. بعد ما فاتوا 10 دقايق العجينه استريحت عندنا اهي يا جماعه. هنركن بقى، نوسع لروحنا بقى عشان ناخد ايه. وادي الدقيق بتاعنا اهوت، هنجيب دقيق عشان نفرد عليه. هنرشش دقيق زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب الرغيف بتاعنا اهو استريح، هنرش دقيق بسيط كده، وهنفرد العجينه بتاعتنا. نجيب كده النشابه ونفرد العجينه كده بالراحه زي ما انتوا شايفين. ادي الرغيف اهو بتاعي يا جماعه، فردته. طبعا انا بقى مش مكبره، انا عامله 40 جرام، يعني تلاقي الرغيف صغير معاكي. عايزه تكبري في حدود ال50 جرام، دي حسب رغبتك، 50 100 60 حسب رغبتك انت. انا احسن حاجه ليا ال40 اهي. شايفين اللقمه عندي حلوه اهي اهي، وسمكها اهو، السمك بتاعها اهو شايفينه. بفرد في كل حته تمام. اروح بقى ايه احطها في الصينيه بتاعتي. انا وريتها لكم كنت ايه فرشه عليها مليه. واحده ثانيه يا جماعه اهي هفردها قصادكم اهي. نوسع لما نيجي نشتغل في العيش او اي مخبوزات، بنوسع نفسنا كده يا جماعه اهي. بنفرد كده من النص كده على بره، وبنلف الرغيف كده زي ما انت شايفاه كده. هنا العجينه هتلزق معانا، بنرش رشه دقيق بسيطه لو لقيناها بتلزق، لكن العجينه عندنا مظبوطه، مقادير مظبوطه. شايفين
بتمشي معايا العجينه وبتتفرد معايا بكل سهوله. طبعا لو لو دقيق قوي بتيجي تفردي العجينه كده زي ما انت كده، زي ما انا بفردها كده، هتلاقي العجينه بتلم معاكي. لكن ده دقيق جميع الاستعمالات. تمام. وحطينا فيه معلقه الملح الصغيره عشان تديله عرق. تمام اهو. بصوا كده بنسويه كده اهو. الرغيف بتاعنا اهو، شايفينه؟ ادي السمكتين اهو يا جماعه، نص سنتي اهو زي ما انتوا شايفين. هروح برضو ارصه ايه في الصينيه بتاعتي لغايه ما اخلص الطبقه الاولى، وبعد كده افرد تاني واحط ايه وافرد تاني يعني، وبعد كده اتني الملايه وافرد ايه عليها تاني لغايه ما اخلص كل ايه طبقات العيش بتاعتي. ارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا جماعه. ادي العيش بتاعي اهو، رصيته اهو على الملايه اللي تحتها صينيه. دلوقتي هتني الملايه بتاعتي، هتنيها كده زي ما انتوا شايفين كده. انا حبيت اوريكم ديت اهي، بتنيها اهي زي ما انتوا شايفين كده. ادي تنيتها اهي الملايه بتاعتي اهي، واروح اعمل طبقه تانية من العيش وارصها وهكذا لغايه ما اخلص الكميه كلها بتاعتي، وبعد كده اسيبهم يتخمروا واروح بعد كده اسويهم في الفرن. رجعت معاكم العيش اهو، عندي سبته ساعه يتخمر اهو زي ما انتوا شايفينه. شايفين ما شاء الله العيش بتاعي اتخمر اهو. الفرن عندي اهو يا جماعه، انا فتحته اهوت. هوريكم بقى العيش كده اتخمر، وهوريكم بقى الفرن. يا جماعه انا هاخد اهو العيش اهو خمر معايا، هاخده بالراحه زي ما انتوا شايفينه كده، وبالراحه كده يا جماعه عشان ايه ما هبطش الخمر بتاعه. لو الخمر بتاعه هبط مش هيتنفخ معايا في الفرن. شايفين؟ واحده واحده اهو باخده اهو واحطه كده بالراحه اهو اهو كده بالراحه كده زي ما انتوا شايفين، عشان ايه لو خبطناه هيطلع منه الهواء. هندخلهم بقى الفرن يا جماعه، هندخلهم الفرن. خلي بقى الفرن اهو، هنزقهم في الفرن اهو يا جماعه، وهنقفل الفرن بقى ونسيبه بس. اتنفخ ازاي وخد معايا اللون. انا مولعه له بقى الشوايه كده من تحت زي ما انتوا شايفين اهو، وهديت النار من تحت عشان ما يتلسعش معايا. ده ما الفرن عندي سخن، اهدي النار واولع الشوايه. وزي ما قلت لحضرتك الشوايه عندك لو مش شغاله، الاتنين يعني المفتاحين مش شغالين، بتولعي من تحت يبتدي يتنفخ معاكي، بتطفي وتروحي ايه مولعه الشوايه. انا بقى هطلعه كده يا جماعه. يا جماعه بعد ما طلعته من الفرن شايفين شكله ما شاء الله عليه. شايفين التسويه احمر وجميل، شايفينه؟ لا حاجه تحفه كده من الاخر، تسويته جميله. شايفين العيش كله ما شاء الله عليه منفوخ اهو. شايفين التسويه ما شاء الله، الله اكبر عليه. نفسي بقى افتح لكم واحد بقى كده، عايزه افتح لكم واحد يا جماعه. عايزه بقى ايه، عايزه اقطع لكم، اقطع واحد معاكم كده. عايزه اقول لكم ما شاء الله عليه اهو. بصوا دوت العيش ده يا جماعه اللي هو بتاع الفول والطعميه، ده اللي بيبقى في المطاعم بيقطعوه اللقمه 40 جرام. حضرتك زي ما قلت لك عايزه تقطعيه 50 جرام 60 جرام، دي حاجه ترجع لك. انا قطعته 40 جرام زي بتاع المطاعم بيعملوه في الفول والطعميه. تاخدي منه رغيفين على الفطار كده، حاجه جميله جدا ما شاء الله عليه. عايزه اقول لك حاجه تحفه، الله اكبر عليه. شايفه مفيش لبابه، شايفه؟ بجد بجد جربيه مش هتندمي. شايفه حاجه من الاخر اهوت، بجد جربي العيش دوت مش هتندمي. حاجه تحفه جدا، المقادير مظبوطه، عيش من الاخر. ادي العيش بتاعنا اهو يا جماعه، يا ريت تجربوه. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. طب حضرتك ما عندكيش بقى فرن تعرفي تسوي فيه ولا حاجه، فبتجيبي طاسه، بس الطاسه تكون تيفال. الالومنيا طبعا سريعه هتسخن معاكي وهتلسع معاكي العيش، فانت تجيبي طاسه تيفال. بتروحي بقى حاطه الرغيف بالراحه كده عشان ايه الهواء ما يطلعش منه ويهبط منك. لا تحطيه بالراحه كده في الطاسه، والطاسه تكون سخنت حاجه بسيطه كده، وتروحي حاطاه. واول ما تلاقيه كده ايه ابتدى كده ايه يتنفخ معاكي حاجه بسيطه، تروحي قلبها الناحيه التانيه وهتلاقيه يتنفخ معاكي بكل سهوله. وان شاء الله يكون الفيديو بتاعنا عجبك، وما تنسوش تكتبوا لنا كومنت تحت في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.